سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم. من كتاب الأضواء هنحل صفحة 58، صفحة اختبر نفسك حتى الدرس الثاني اللي هو الجمع. أول سؤال معانا بيقول لي 18 زائد 0 زائد 2، طبعا الإجابة 20. ده سؤال سهل خالص. السؤال الثاني بيقول لي اجمع دول. هنجمع عادي، 9 و4 13، 3 ومعانا الواحد، 2 1 3 و4 7، 0 و5 5، 1 و2 3، 9 و3 12، يبقى 123,573. ده تحتنا بالظبط اهي. طيب السؤال التالت بيقول لي العنصر المحايد الجمعي هو، طبعا المحايد الجمعي احنا عارفين ان هو الصفر. السؤال التاني بيقول لي اجمع دولت. نجمع عادي خالص، 5 و5 10، 0 ومعانا الواحد، 1 و2 3، 3 و7 10، 0 ومعانا الواحد، 1 و2 3، 3 و2 5، واحد ومفيش هو الواحد، يبقى الإجابة 1500. السؤال التاني بيقول لي اجمع برضو هنجمع من على اليمين، 4 و0 هي الأربعة، 8 و7 15، 5 ومعنا الواحد، 3 و1 4، 4 و5 9، و2 و8 10، يبقى 10954. السؤال التالت اجمع برضو، 6 و3 9، 3 و5 8، 4 و2 6، 2 و1 3. سؤال سهل. السؤال الرابع، 3 أصفار زائد 3 أصفار هما نفسهم ال3 أصفار، 8 و2 10، 0 ومعنا الواحد، 5 و1 6 و4 10، 0 ومعنا الواحد، 3 و1 4، 4 و3 7، يعني الإجابة 700,000. السؤال التالت بيقول لي استخدم خواص عملية الجمع مع ذكر اسم الخاصية المستخدمة. ماشي، هنا هنستخدم خاصية الدمج أحسن. هندمج الاتنين دول مع بعض. هنا هنستخدم خاصية الدمج، هندمج العددين دول مع بعض. 23 و7 30، 30 زائد 22 0 و2 2، 3 و2 5، يبقى 52. ودي هنسميها خاصية الإبدال، الدمج. دي هنسميها خاصية الدمج لأن احنا هنا مستخدمناش إبدال. طيب السؤال التاني بيقول لي 3 و6 زائد 4 زائد 7. أنا عايز أجيب ال7 في ريحة 3 عشان تكون ب10، فهنستخدم خاصية الإبدال. يبقى 3 زائد 7 زائد 6 زائد 4. هنعمل لدول دمج ولدول دمج، يبقى ديت 10 ودي برضو 10، يبقى 20. يبقى هنا استخدمنا خاصيتين، الخاصية الأولى اللي هي الإبدال، والخاصية التانية اللي هي الدمج، يبقى الإبدال والدمج. بعد كده برضو نفس الحكاية، هنجيب ال7 في ريحة 3 يبقى 7 زائد 13 زائد 15. هنعمل لهم دمج كده، يبقى دولت 20 و15. 5 و0 5، 1 و2 3، يبقى 35. برضو هنا استخدمنا خاصيتين وهما الإبدال والدمج. نيجي للسؤال الرابع، بيقول لي الجدول التالي يوضح أعداد الملابس التي ينتجها أحد المصانع في شهر واحد. لاحظ الجدول ثم مجموع عدد القمصان والبناطيل. يعني هو عايزني أجمع القمصان مع البناطيل. 0 و5 5، 2 و4 6، 5 و8 13، 3 ومعانا الواحد، 3 و1 4، 4 و6 10، يبقى 10,365. بيقول لي بقى قدر مجموع عدد القمصان والبناطيل اللي هو التقدير بتاعهم. طيب بالنسبة للتقدير هنفرض إن 3500 دولت 4000، ودولت 6800 نفرضهم إن هما 7000، يبقى 11,000. يبقى تقدير دولت 11 ألف. هنا بيقول لي مجموع عدد التيشيرتات والقمصان. التيشيرتات 9000 والقمصان 3520. هنجمع برضو عادي، 9 و0 9، 3 و2 5، 5 و5 10، 0 ومعانا الواحد، 9 و1 10، و3 13، 13,059. عايز برضو تقدير مجموع عدد التيشيرتات والقمصان. فال9500 دول هنفرضهم إن هم 10,000، وال3500 دول هنفرضهم 4000، يبقى المجموع 14,000. هنا بيقول لي مجموع البناطيل والتيشيرتات. البناطيل عندنا 6845، والتيشيرتات عندنا 9539. 5 و9 14، 4 معانا الواحد، 4 و1 5 و3 8، 8 و5 13، 3 ومعانا الواحد،
617 7 و9 16 16384. هنا برضو عايز التقدير بتاعهم. دولت هنفرضهم إن هما 7000، يعني بدل ما أقول 6800 فبنقول 7000، ودولت بفرضهم إن هما 10000. يبقى 10007 يبقى 17000. هنا عايز مجموع عدد البناطيل والتيشيرتات والقمصان، عددهم كله. احنا اصلا مطلعين البناطيل والتيشيرتات كام؟ البناطيل والتيشيرتات 16000 اهم، زائد القمصان عندنا كام؟ 3520. ابدأ اجمع. 4 و0 هي الأربعة، 8 و2 10، 0 ومعانا الواحد، 3 و1 4، 4 و5 9، 6 و3 9، 1 ومفيش هو الواحد، 19904. هنا عايز تقدير مجموع البناطيل والتيشيرتات والقمصان. البناطيل عندنا حوالي 7000، التيشيرتات عندنا 10000، والقمصان عندنا 4000. 7 10 17، 17 و4 21، يبقى 21000. ده التقدير بتاعهم. وبكده نكون حلينا صفحة 58. طبعا صفحة مهمة جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وانتظروا بقى حل كتاب الأضواء للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.